خرج مطار حلب الدولي عن الخدمة الاثنين إثر قصف. قالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري أن إسرائيل شنته من جهة البحر المتوسط غربي اللاذقية. وذكرت وكالة أنباء النظام سانا نقلا عن مصدر عسكري بوزارة الدفاع التابعة للنظام السوري أن القصف الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ في 2 من آيار الماضي هجوما جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط العسكرية في محيط حلب، أدى إلى مقتل عسكري من قوات النظام السوري وإصابة 5 آخرين ومدنيين وخروج المطار عن الخدمة وفقا لوكالة سانا. وذكر موقع ألم الإسرائيلي المتخصص بتسريب التقارير الاستخبارية أن الهجوم الأخير على مطاري حلب والنيرب جاء بمعلومات استخبارية دقيقة تشير إلى وجود أسلحة إيرانية متطورة في المطار، مضيفا أن الإيرانيين نقلوا أسلحة من بينها طائرات مسيرة قتالية من مطار الجراح العسكري إلى مطار النيرب العسكري شرقي حلب عبر شاحنات للتمويه بأنها شحنات أغذية ومساعدات. وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل المطارات في سوريا، وسبق أن قصفت مطار دمشق، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة أكثر من مرة. وخلال الأعوام الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، من بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. وفي سياق آخر، واصل الأهالي في محافظة السويداء جنوبي سوريا احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي، والذي تمثل بخروج مظاهرات تطالب بإسقاط نظام الأسد والإفراج عن المعتقلين. وتجمع العشرات من أهالي السويداء صباح الاثنين 28 من أغسطس آب في ساحة السير والكرامة وسط المدينة، وبدأوا ترديد شعارات تطالب بإسقاط الأسد وسط توافد عشرات المحتجين من القرى والبلدات المحيطة للمشاركة في المظاهرة المركزية في ساحة السير. وذكرت مصادر مطلعة لبلد نيوز أن العشرات من المحتجين في مدينة شهبة وصلوا ساحة الكرامة صباحا لمشاركة أهالي مدينة السويداء في مظاهرة مركزية تعبر عن غضبهم. وتشهد محافظة درعا والسويداء منذ بداية الأسبوع الماضي مظاهرات واحتجاجات تطالب بإسقاط النظام، وتردد شعارات تطالب بالحرية والمعتقلين وتنادي بوحدة الشعب السوري. وتتزامن هذه المظاهرات مع تداول فيديوهات لنشطاء من الساحل السوري تنتقد النظام السوري ورئيسه بشكل قوي، ودعوات لتنفيذ وقفات ببعض المناطق تنادي بالإفراج عن النشطاء الذين اعتقلهم النظام السوري مؤخرا من مدن الساحل. كما شهدت مدينة حلب وجرمان بريف دمشق ودير الزور والرقة مظاهرات ضد النظام. هذا وبث ناشطون سوريون صورا قالوا إنها لإغلاق محتجين مقر فرع حزب البعث في محافظة السويداء التي شهدت الأحد إضرابا عاما وإغلاق جميع الدوائر الحكومية والحزبية مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني. وتطالب الاحتجاجات في السويداء بتحسين الواقع المعيشي المتردي بسبب الانهيار الاقتصادي. وقال أيهم الشوفي أحد نشطاء الحراك المدني إن كافة الدوائر في محافظات السويداء وريفها أغلقت بالكامل عدا الدوائر الخدمية كالمياه والكهرباء والصحة، كما أغلقت الشوارع المؤدية لمبنى المحافظة وكذلك مبنى فرع حزب البعث. وأضاف أنه عندما فتح عناصر من كتائب البعث الباب الخارجي للبناء عاد المتظاهرون وأغلقوا الباب بشكل كامل، وتم تحذيرهم من فتح الباب والعودة لمبنى الفرع الذي أغلقت كافة مقراته في عموم مناطق المحافظة، كما أغلقت جميع الدوائر الحكومية. وردد المعتصمون الذين شاركهم عشرات النساء: حرية للأبد غصبا عنك يا أسد، الشعب يريد إسقاط النظام، ثورتنا مثل ثورة جوع، ثورتنا ضد الركوع. وانطلقت الاحتجاجات والإضرابات في محافظة السويداء منذ أسبوع بعد رفع الدعم على المشتقات النفطية وتدني المستوى المعيشي إثر انهيار سعر صرف العملة المحلية الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. واتسعت الاحتجاجات تنديدا بالوضع الاقتصادي وتأييدا للمحتجين في السويداء، حيث نظمت احتجاجات متفرقة في 6 محافظات أخرى. والأسبوع الماضي أصدر نظام الرئيس بشار الأسد مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100%، كما أعلنت الحكومة قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 200%. ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، في حين يعاني أكثر من 12 مليونا منهم بسبب انعدام الأمن الغذائي وفق الأمم المتحدة. وفي سياق آخر، قال نائب رئيس المركز العسكري الروسي في قاعدة حميميم إن الطائرات العسكرية الأمريكية خلقت ما وصفها بالظروف الخطيرة في المجال الجوي السوري، وأكد أن خروق طائرات التحالف في المجال الجوي السوري لم يتم التنسيق فيها مع الجانب الروسي. والسبت الماضي قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلتين من طراز F-35
تابعتين للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اقتربتا بشكل خطير من مقاتلة روسية من طراز سوخوي 35 في سماء سوريا. وأضافت أن الطيار الروسي تمكن من تجنب الاصطدام، وتكرر الاحتكاك الجوي بين روسيا وأمريكا في سماء سوريا مؤخرا. ففي 14 من أغسطس آب الجاري أعلن المركز العسكري الروسي في قاعدة حميميم أو ما يسمى المركز الروسي للمصالحة أن مقاتلتين من طراز F-35 تابعتين للتحالف الدولي اقتربتا من مقاتلات روسية من طراز سوخوي 35 في أجواء جنوبي سوريا، حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية. وفي نهاية 28 من يوليو تموز الفائت قال الأدميرال أوليغ غورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن طائرة مسيرة تابعة للتحالف اقتربت بما ينذر بالخطر من طائرة عسكرية روسية من طراز سو 34 في سماء سوريا. ويأتي ذلك الحادث بعد أيام من إعلان الجيش الأمريكي أن مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيرة أمريكية بقذيفة نارية وألحقت أضرارا بالغة بإحدى مراوحها الدافعة أثناء تحليقها فوق سوريا. في حين دعت الولايات المتحدة في يونيو حزيران الماضي روسيا إلى وقف ما سمته سلوكا غير مسؤول في المجال الجوي السوري. وتمتلك روسيا المنخرطة عسكريا منذ سنوات في دعم النظام السوري عدة قواعد عسكرية في سوريا، أبرزها قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية الساحلية شمال غرب سوريا. وتنفذ طائراتها بشكل متكرر غارات على مواقع تابعة للمعارضة السورية في شمال البلاد. كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تمتلك عدة قواعد عسكرية في شرق سوريا، معظمها لحماية حقول النفط التي تسيطر عليها مع ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية قصد. وتنفذ الطائرات الأمريكية عادة غارات على مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث تقود واشنطن تحالفا لقتاله منذ عام 2014. وفي سياق آخر، أعلنت فصائل المعارضة السورية عن مقتل عدد من عناصر قوات النظام والميليشيات المساندة له على جبهات الملاجة جنوب إدلب الأحد 27 من أغسطس آب. وقال مصدر عسكري لبلد نيوز إن سرية القنص الحراري في غرفة عمليات الفتح المبين تمكنت من قنص 4 عناصر من قوات النظام والميليشيات المساندة له على محور قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي ليلة الأحد الاثنين. ولفت المصدر أن مقاتلي الفتح المبين تمكنوا أيضا من صد محاولة تسلل لمجموعة من قوات النظام الأسد والميليشيات المساندة له على المحور آنف الذكر، واستهدفوا المجموعات المتسللة بقذائف الهاون وصريخ الزوام. وأضاف أن سرايا المدفعية والصواريخ في غرفة العمليات استهدفت تجمعا لقوات النظام والميليشيات المساندة له بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية في محيط الملاجة. وبالتعاون مع مقاتلي أنصار التوحيد تكبدوا خسائر كبيرة بصفوف الفرقة خلال 3 محاولات تقدم فاشل لهم. وقتل وأصيب إثر العمليات المذكورة من قوات النظام والميليشيات المساندة له أكثر من 12 عنصرا مما يعرف بقوات الطراميح التابعة للفرقة 25.